من اكتر الحاجات المهمة في العلاج النفسي ان انت وانت قاعد مع المعالج او الطبيب النفسي بتاعك يعني تبقى فاهم هو ايه اللي بيحصل، بمعنى انك انت تبقى عارف دماغك بتشتغل ازاي. فمن وجهة نظر العلاج المعرفي السلوكي ان اي مشاعر او سلوك هي ناتجة عن افكار او طريقة لفهم الموقف من حوالينا، وده بيثبته العلم والابحاث كتيرة جدا. يعني كتير جدا نبقى احنا بنحاول نفهم ان مزاجنا وحش علشان الناس اللي حوالينا وحشين، ان احنا حصل لنا فشل علشان فلان كان بيترصد لنا او هو مزعج لينا، ان انا تعيس في جوازي علشان الطرف التاني هو بيكئبني او بيضايقني. العلاج المعرفي السلوكي بيشوف ان انا دماغي بتفسر ازاي الموقف، هو ده المدخل لعلاج المشكلة. يعني مثلا لو في حد بيخاف من الكلاب، هو نزل من بيته فلقى كلب في الشارع، اول حاجة هتيجي في دماغه ان الكلب هيعضني، والنتيجة لذلك ان هو هيبقى خايف وكمان هيجري. فالطريقة اللي هو فسر بيها الموقف ده اللي خلاه يبقى بيحس بخوف وينفعل او يتفاعل مع الموقف ان هو يجري. ولذلك كل موقف دماغنا آلاف المواقف احنا بنمر بيها في خلال الساعة مش خلال اليوم، وكل موقف احنا بنمر بيه هو له تفسير دماغنا بتفسره، وبناء عليه هنحس بإيه او هنتفاعل ازاي او هنتصرف ازاي. لو عجباك الطريقه دي من التفسير دماغنا بتشتغل ازاي، قولوا لي في الكومنتس عجبني او اديني اي هنت كده علشان اقدر يعني اقول ده اكتر واعمل منه فيديوهات اكتر.